الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد شرع المؤلف حفظه الله تعالى في ما أراد من الكتاب، وبدأ في السنن الموقوتة، أي التي لها وقت من ليل أو نهار. قال وقسمها إلى 7 أوقات، وتقدم معنا وقت ما قبل الفجر، ووقت الفجر، ووقت الضحى، ووقت الظهر، ووقت العصر، ووقت المغرب، ووقت العشاء. أولا نسينا الحديث. هل أحد حفظ الحديث؟ ما أحد، صح؟ ما أحد حفظ الحديث، حديث أبي هريرة إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما هذا؟ قال أولا وقت ما قبل الفجر. قال وهذا هو الوقت الأول باعتبار الاستيقاظ من النوم، أي ينام العبد ثم يستيقظ، فأول وقت هو ما قبل الفجر بعد الاستيقاظ من النوم. قال فإن النصوص دلت على عدة أعمال كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، ويمكن قبل طلوع الفجر وقبل دخول وقت صلاة الفجر. قال ويمكن تقسيم السنن في هذا الوقت إلى قسمين. قال القسم الأول الاستيقاظ من النوم، أي أول ما يستيقظ من النوم ماذا يفعل؟ قال وما يعقبه من أعمال كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يستيقظ من النوم في الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أعمال، هي سنن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأول يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه بمسواك. عرفتم مسواك؟ أول ما يقوم من النوم كان يضع مسواك يعني معه عليه الصلاة والسلام، فإذا قام من النوم أخذ المسواك وشاص فاه بالسواك. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ولمسلم في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد أي صلي الليل يشوص فاه بالسواك. هذا أول شيء يفعله العبد عند استيقاظه من النوم. قال ويقول الذكر الوارد عند الاستيقاظ من النوم، أي عند استيقاظه من النوم يشوص فاه بالسواك. ثم يقول الذكر الوارد عند الاستيقاظ من النوم. ما هو الذكر الوارد؟ قال وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل، وسيأتي معنى أذكار النوم أنه يقول إذا أراد النوم باسمك اللهم أموت وأحيا، من أذكار النوم ستأتي معنا. لكن الشاهد من الحديث هو قوله وإذا استيقظ من منامه، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا دعاء الاستيقاظ من النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا
وإليه النشور. يحفظ دعاء الاستيقاظ من النوم، هذا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال: ويمسح النوم عن وجهه، أي بيديه، يمسح النوم عن وجهه. هذه سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر إلى السماء بعدما يمسح النوم عن وجهه، يمسح النوم أي بيديه، يمسح عينيه، يذهب النوم. هذا معروف أن العبد إذا أراد أن يذهب النعاس الذي في عينيه يمسح عينيه، صح؟ فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم كان يمسح عينيه لكي يذهب عنه النوم، يذهب عنه النوم. وينظر إلى السماء، يرفع بصره إلى فوق إلى السماء، ويقرأ 10 الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ويقرأ الآيات 10 الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر السورة. هذه أيضا الآيات تحفظ من أذكار الاستيقاظ من النوم، آخر 10 آيات من سورة آل عمران. قال: وهذه 3 سنن جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. أي هذه 3 سنن: يمسح النوم عن وجهه، وينظر إلى السماء، ويقرأ الآيات 10 أو الآيات 10 الأخيرة من سورة آل عمران. هذه ثابتة من حديث ابن عباس متفق عليه، وهو أنه بات أي نام عند خالته ميمونة وكان صغير. ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ، أي كان في سن 13 أو في سن 14 عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم متى حصل هذا، أنه بات عند ميمونة. ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس. ما معنى خالته؟ أخت أمه، أخت أمه. ما أخت أمك تسمى خالة، فميمونة أخت ابن عباس فهي خالته. فبات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله فاضطجعت. قال أي ابن عباس يحكي عن نفسه، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل. ابن عباس يقول: فاضطجعت في عرض الوسادة. الوسادة تأتي هكذا، صح؟ وسادة الذي تنام عليها. ابن عباس نام في عرضها هكذا، ورسول الله وميمونة ناموا في طولها، يعني جعلوا رؤوسهم في طولها، وابن عباس في عرض الوسادة. ابن عباس في عرض الوسادة. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، شك هل هو نصف الليل أو قبل نصف الليل بقليل أو بعد نصف الليل بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. هذه السنة الأولى، يمسح النوم عن وجهه بيده، يمسح النوم عن وجهه بيده. قال: ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار إلى آخر سورة آل عمران. قال ثم قام إلى شن معلقة، قربة التي يوضع فيها الماء، قال فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. سيأتي معنا هذا في القسم الثاني، صلاة الليل. الآن نحن في القسم الأول. قال وفي رواية لمسلم فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل ثم خرج فنظر إلى السماء، يخرج ينظر إلى السماء، لا ينظر إلى سقف المنزل، لا، ينظر إلى السماء، فخرج لكي ينظر إلى السماء. قال ثم تلا هذه الآية، أي آخر الآيات من سورة آل عمران. قال يمسح النوم عن وجهه بيده، أي يمسح عينيه بيده ليمسح أثر النوم، والشن هي القربة. قال وفي رواية مسلم بيان لما يقرأه من أراد تطبيق هذه السنة، فإنه يبدأ من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى خاتمة آل عمران. قال وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات قبل الوضوء دليل على جواز قراءة القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر، وهذا هو الصحيح وهو الراجح، أن قراءة القرآن تجوز لمن كان عليه الحدث الأصغر، من كان عليه الحدث الأصغر أنه يجوز له أن يقرأ القرآن لهذا الحديث. قرأ 10 الآيات، قرأ القرآن وهو لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم بعد استيقاظه من النوم. وكذلك أيضا يدل على هذا حديث عائشة كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. فهذا هو الصواب، أن القارئ، أن المسلم يجوز له أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر، لكن الأفضل أن يتوضأ، لكن الأفضل يعني خاصة عند قراءة القرآن. لكن هذه السنة هنا أنه يقرأها عند الاستيقاظ من النوم، لكن إذا أراد أن يقرأ القرآن فالأفضل أن يتوضأ، الأفضل أن يتوضأ العبد. وهنا يعني فائدة تذكر، وهو أن العبد ينبغي له أن يجعل نفسه دائما على طهارة، دائما على طهارة، فإذا انتقض وضوءه ذهب يتوضأ ولو لم يكن وقت صلاة. هذا يعني الأفضل للعبد لأمور يدل على ذلك. الأفضل أمور منها أن يعني الوضوء من علامات أمة محمد، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة بالوضوء، يعرف أمته بالوضوء، علامات الوضوء في وجوههم وأيديهم وأرجلهم. وأيضا أن في الوضوء مغفرة للذنوب، أن في الوضوء مغفرة للذنوب. جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن أو مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء فيغسل يديه إلا يعني فيغسل وجهه إلا خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح رأسه خرج يعني من شعر رأسه كل يعني أو فإذا غسل رجليه خرج من يعني رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وينبغي علينا أن نستحضر هذه النية عند الوضوء، نستحضر هذا
الأمر عند الوضوء أننا إذا توضأنا تمحى عنا ذنوبنا، أي الصغائر معروف وتغفر، فنكرر الوضوء. ما انتقض وضوءنا نذهبنا نتوضأ. وإذا العبد زاد فوق ذلك أنه يصلي ركعتي الوضوء كما سيأتي معنا من السنن، أنه يأتي بركعتين للوضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان: من توضأ فأحسن الوضوء ثم بما معنى الحديث صلى ركعتين لله عز وجل غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. في رواية حطت عنه ذنوبه. فمن قد استطردنا ونرجع إلى درسنا، وهو أن المسلم يجوز له أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر لهذا الحديث. قال: غسل اليدين 3. هذه هي السنة السادسة عند الاستيقاظ من النوم. أول شيء يشوص فاه بالسواك. ثاني شيء يأتي بالذكر: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثالثا يمسح عن وجهه النوم بيده. رابعا ينظر إلى السماء، إذا كان تحت سقف يخرج كي ينظر إلى السماء. خامسا يقرأ 10 الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. هذا ينبغي على كل مسلم أن يحفظها، من أذكار الاستيقاظ من النوم. قال: سادسا غسل اليدين 3، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. واختلف أهل العلم في حكم غسل اليدين 3 بعد الاستيقاظ من نوم الليل على قولين. القول الأول ذهب الحنابلة إلى أنه واجب، وهو من مفردات الحنابلة، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام، واستدلوا بالحديث السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمسهما قبل غسلهما، والأصل في النهي التحريم ولا صارف للنهي عن التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. السنة السادسة غسل اليدين، لا يجوز قمسهما في الماء. دلو، تقوم من الليل تدخل يدك في ذلك الدلو، لا، تخرج من ذلك الدلو. أو الآن الحمد لله متوفر هذه الحنفية، تفتح الحنفية وتغسل يديك. واليد إذا أطلقت المراد بها الكف. اليد إذا أطلقت المراد بها الكف إلى هنا، إلى الرسغ فقط. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين تقطع اليد؟ من الرسغ. الله عز وجل في بيان صفة الوضوء قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال إلى المرافق. ما أطلق، لأن إذا أطلق فقط اليد تطلق على الكف، بل قيد إلى المرافق، إلى هنا المرفق. غسل اليدين أي غسل الكفين، تغسلها 3 ولا تدخلها في الإناء قبل أن تغسلها 3. اختلف العلماء في هذا الغسل، هل هو واجب أو مستحب؟ الحنابلة قالوا واجب، ورجح ذلك الشيخ ابن باز، واستدلوا بهذا الحديث. وأما الجمهور قال: والقول الثاني أنه مستحب، وبه قال جمهور العلماء، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ووجه الدلالة أن الله سبحانه أمر بالوضوء من غير غسل الكفين، والآية عامة لمن قام من نوم الليل وغيره. الثاني
أي يعني الدليل على أنه مستحب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، تعليل يدل على الاستحباب، لأن نجاسة اليد مشكوك فيها. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين؟ قال: لأنه لا يدري أين باتت يده، يعني هل باتت في مكان نجس؟ قال لأن نجاسة اليد مشكوك فيها، والأصل أنها طاهرة، فهو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة. الآن لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين؟ قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، هل أصابتها نجاسة؟ واليد الأصل أنها طاهرة، وشك هل أصابتها نجاسة أم لا، واليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها طاهرة. إذا شك الإنسان في أمر وكان متيقنا قبله فإنه يبقى على اليقين، اليقين لا يزول بالشك. مثاله رجل يعني توضأ فشك هل أحدث أو لم يحدث، يقين أنه توضأ متيقن، لكن شك هل أحدث أو لم يحدث، الأصل أنه لم يحدث، الأصل أنه لم يحدث، الأصل أنه بقي على اليقين أنه توضأ. رجل أحدث، أيقن أنه أحدث، لكن شك هل توضأ أو لم يتوضأ، الأصل ماذا؟ أنه لم يتوضأ، الأصل أنه لم يتوضأ. فاليقين لا يزول بالشك. أنت موقن لشيء طرأ عليه شك، تبقى على اليقين، تبقى على اليقين. مثلا يعني في الصلاة شككت، هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، شككت صليت 3 أو 2، شكيت في الصلاة هل صليت 3 أو 2؟ ما هو اليقين؟ الأقل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، اليقين أنك صليت 2، هذا يقين ما في. أنت شككت الآن هل زدت 3 أو لا، تبقى على ماذا؟ على اليقين، على أنك صليت 2، ويجبر كما هو معروف بالسهو في باب الصلاة. قال: ويحتاط المسلم فيأخذ بالقول الأول لقوة دليلهم ولعدم الصارف عن الوجوب. هذا هنا سيأتي معنا باب الاحتياط. إذا اختلف العلماء في مسألة واجب أو مستحب، المسلم يحتاط، يأخذ بالقول الذي يعني معنى يجمع القولين، يجمع القولين. الآن اختلف العلماء، ذهب الحنابلة إلى أنه واجب والجمهور إلى أنها مستحب. ما هو الأحوط؟ أن نأخذ بالوجوب. لماذا؟ إذا أخذنا بالوجوب فإن أخذنا بقول الحنابلة وبقول الجمهور، بقول الحنابلة وبقول الجمهور. إذا غسلنا يدينا أخذنا بقول الحنابلة، هم قالوا واجب نحن غسلنا، وبقول الجمهور هم قالوا مستحب، أيضا المستحب يعمل. لكن إذا أخذنا أنه مستحب فبعض الأحيان نتساهل نقول هو مستحب لا نغسلها، نحن بين أن يعني الأجر وبين عدم الأجر فقط. إذن تركنا هذا القول، تركنا القول بالوجوب مع أن معهم دليل قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، حتى يغسلها 3. فهنا يعني قاعدة يعني فائدة تذكر: الأخذ بالأحوط في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف اختلف العلماء هل هو يعني مستحب أو مباح، نأخذ بالأحوط. ما هو الأحوط؟ أنه مستحب، أنه مستحب. اختلف العلماء هل هو واجب أو مستحب، كما هنا نأخذ بالأحوط. ما هو؟ أنه واجب، أنه واجب. قال: علنا نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.